بلاش تلعب تمرين الليج بريس تاني لو انت بتلعب بالشكل ده. والحقيقه ان دي غلطه كبيره جدا بنقع فيها في تمرين الليج بريس ادفانسد على الماشين دي، اننا لما بننزل للاخر واحنا طالعين بنخلي اللي يطلع او اللي يساهم في الحركه هو جزء جسمنا العلوي، او ظهرنا هو اللي بيطلع مش رجلينا. والغلطه دي اصلا بتقلل اللود اللي على الرجل خالص، وكانك يعتبر بتسخن رجلك، وبقى في حمل كبير جدا على القطنيه، وبقى في حمل كبير جدا في الظهر. عشان كده الناس بتلعب التمرين ده ويقول لك انا حاسس بالقطنيه. طب انت عمال تتوهني، الحل ايه؟ الحل يا باشا انك انت تزق برجلك، يعني تحط وزن محترم مناسب ليك وانت اللي تزق برجلك. افهم معايا، نطبق كده على تمارين السكوات حاجه بسيطه، زي ما انت ما بتنزل كأن البار على ظهرك وبتطلع بظهرك الاول، فبالتالي برضو اللود اللي على رجلك قل. فانا عايزك تنزل بالشكل ده ورجليك بتزق الارض، ده اللي هنطبقه. دلوقتي انت ظبطت الجهاز بمدى حركي محترم، حطيت رجلك في المكان الموازي للحوض بتاعك او المكان المريح ليك، بدأت تشتغل، نزلت، اطلع بقى وانت طالع زق الرجل، خلي رجلك هي اللي بتزق كأنها بتزق الارض، نفس ما احنا طبقنا على تمرين السكوات. وصدقني هتلاقي فرق 180 درجة في كل حاجة. لكن لو انت هتهتم انك تحط وزن تقيل وترفعه خلاص، فحب اقولك